حفل الفرنسية تصدم الفرنسيين بعد مواجهة المنتخب المغربي. أكدت عدة منابر إعلامية فرنسية صباح يومه الخميس أن حكم مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 التي جرت مساء أمس بين المنتخبين المغربي ونظيره الفرنسي في ملعب لوسيل حرم أسود أطلس من ضربة جزاء واضحة. وتساءل موقع 20 دقيقة الفرنسي في عنوان مقاله: هل كانت هناك ضربة جزاء في التحام هرنانديز وبوفال؟ مشيرا إلى أن الحكم المكسيكي سيزار راموس في الدقيقة 27 من الجولة الأولى عاقب الدولي المغربي سفيان بوفال في الوقت الذي كان يتوجب عليه الإعلان عن ضربة جزاء لصالحه بعد عرقلة واضحة من المدافع الفرنسي تيو هرنانديز داخل ملعب العمليات. وأضاف ذات الموقع أن القرار كان يجب أن يصب في مصلحة المنتخب المغربي وأنه كان على الحكم أن يمنحه ركلة جزاء. من جهته قال الدولي الإنجليزي السابق ريو فرناندينان خلال تواجده في استوديو قناة بي إن سبورت بعد شوطي المباراة: أعتقد أنه في أي مكان آخر على أرض الملعب يعتبر خطأ، فلماذا لا تكون ركلة جزاء؟ هو بالتأكيد لا يستحق الإنذار. الملك محمد السادس يفاجئ لاعبي المنتخب المغربي بخطوة عالمية بعد الإقصاء المشرف، حيث قرر الملك محمد السادس استقبال لاعبي المنتخب الوطني رفقة الأطقم التقنية والطبية وباقي مرافقي الأسود بعد عودتهم من قطر، حيث حققوا إنجازا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.